السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي حبايبي، صباح الخير، صباح النور، صباح الهنا. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا نعمل مع بعض أسهل غدا في الدنيا في اليوتيوب كله. تعال بس نفطر الأول كده، ناكل لقمة صغيرة ونعمل كوباية شاي. عايزة اقول لكم دردش مع بعض سوا. الفطار على الصبح مش لازم يبقى كتير، مش لازم يبقى وجبة، يعني هو الوجبة الأساسية عشان تبقى فاهمين هي بتبقى ايه بنبني عليها لغاية ما نيجي ناكل. الوجبة الأساسية بتبقى الغدا. احنا دلوقتي بنروح شغلنا وبنيجي من الحر والكلام ده. انا رحت الشغل وجيت عشان اعمل الغدا سريع كده، سريع جدا. عملت بدنجان، قلت عندي بدنجان اسلق شويه واحمر شويه، ونعمل مكرونه مع بعض. مكرونه بالصلصه، والمهم غدا، يعني ايه، غدا سهل وخلاص. بس انا بحب ادردش معاكم وبحب اتكلم معاكم. واعملوا له لايك وشير وسبسكرايب وشجعوني في القناه اللي انا فاتحاها معاكم دي. انا عارفه ان انتم مبسوطين كويس، بتعلقوا لي كويس وبتقولوا لي كلام كويس، وبشكركم على كل واحده بتقول لي كلام كويس وتشجيع عليا. الباذنجان ده بيبقى خفيف، اللي هو المسلوق ده بيبقى خفيف خالص في اكله. ونحط وتحطيه في التلاجة، وتتبليه وتحطيه في التلاجة، تحطيه جنب اي اكله سهله برضك. دلوقتي انا حطيت الميه ما تغلي علشان اسلق المكرونه، وحطيت الباذنجان بينسلق، وبحمر شويه وقليت شويه باذنجان، بعمل فلفل. اوبا اتحرق مني. هنعمل ايه بقى؟ هقوم ايه، هتصرف برضك، مش هرميه، هتصرف هشيل الحته اللي اتلسعت دي وارميها. وايه، انا ما بعرفش اعمل كتم على فكره يعني. اعمل لي خانه كاتم يا اخي. وهعمل معاكم دلوقتي كبده. طبعا انتوا خلاص امر سهل يعني الموضوع ده. احنا بنعمل غدا وخلاص عشان ندردش مع بعض شويه. اللي عندها مشكله واللي عندها حاجه تقولها عادي، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونخلي لساننا عامل بذكر ربنا دايما. وطول ما بتصلي على النبي امورنا هتبقى كويسه جدا، وعمرنا ما في حاجه هتقف قدامنا ولو قدام ولادنا. وما عليكي الا بالدعاء لاولادك. الكبده خرطتها تخريط رفنع جدا، عشان انا كنت اصلا هعملها في برام. لقيت ولادي قالوا لي لا. الاولاد لما بيتدخلوا في الاكل بيبقى شوف بيخلي مخك مش عارفه تعملي ايه ولا ايه ولا ايه. يعني انا كنت في دماغي اعمل مكرونه اقلام اللي وريتها لكم في الاول وانا بعمل فطار، على اساس ان هعملها بصلصه، وبعدين بصوص ابيض. اعمل لها صوص ابيض واحطها في بريمه واحط لها الصوص على الوش. الكبده ديت كنت هحطها طبعا في ارضيه البرام، كنت هوريها لكم، هتبقى جميله جدا. بس دي طريقه سهله بقى وخلاص. ايه هو جايه من الحر بقى وكده، فقلت بقى ايه اما اعمل ايه حاجه سريعه. بعصر دلوقتي ليمونه كامله على النص كيلو على طبق الكبده ده. انا بحب اعصر عليها ليمون، هي بتيجي جايه متبله جاهزه، بس انا بحب اعصر عليها ليمون. وريحتها جميله وطعمها جميل جدا. حطينا الطاسه، هنحط فيها معلقه زبده. هنحط الاول معلقتين زيت، معلقه زيت كبيره، وبعدين هنحط معلقه دي جبت الصلصه علشان اعمل بيها المكرونه. وخرطت فلفل اخضر وفلفل احمر اللي هو وحطيت معلقه هريسه الشطه عليه علشان احطه في احشي بيه الباذنجان، اعمل بيه بتبل بيه الباذنجان اللي انا لسه قلياه واللي انا لسه سلقاه. حطيت معلقه الزبده. هجيب بقى هنزل بالبصل عليها، بشرت بصلايه في الكبه، بصلايه صغنطوطه كده. نصها هاخده للمكرونه عشان انا بحب اعمل المكرونه ببصله.
ببشرها جدا في الكبة، واقوم حاطه الحله بالمعلقه الزبده بمعلقه الزيت، واقوم مقلباها، وحاطه بقى حته بصلايه صغنططه مبشوره في الكبه، عاملاها في الكبه. بفضها هي احط في الحله هنا، وهحط بردك في الطاسه عين عليها البدنجان كنت بسلقه، وعين عليه البدنجان كنت بقليه، وعين عليه الكبده، وعين عليه الحله اللي فيها اللي هعمل فيها المكرونه. تمام. خليكي نشيطه كده. وعايزه اقول كلمه للبنات اللي بتدخل تساعد مامتها في المطبخ، اجمل بنوته في الدنيا اللي تساعد مامتها وتبقى شاطره وتبقى متفوقه في كل حاجه، في مطبخها، في بيتها، في دراستها، في حياتها، ان شاء الله يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. شفيعونا حبيبونا سيد الخلق اجمعين. بسم الله. ما تقوليش البصل كتير دلوقتي هيدبل ومش هتلاقيه خالص. ونفسي تجربي الكبده كده بالطريقه دي، هتحبيها والله. انا كنت بعملها الاول بمعلقه زبده واحط الكبده فيها وخلاص، بس ما بقتش نافع بقى الكلام ده دلوقتي. يعني احبها اكتر بالصوص بتاعها ده. انا مش عندي بقى مكعب، ولا عندي توابل لحمه، ولا عندي مرقه دجاج. ما اتصرفش ما اعملش؟ لا طبعا لازم اتصرف واعمل احلى اكل. عندي توابل، والتوابل بتخلي نكهه الاكل تجنن. وعندي هريسه شطه اللي انا عاملاها معاكم، وعندي السبع بهارات، وعندي كمون وزعتر وفلفل اسود. الحاجات دي بتدي نكهه جميله في الاكل، بس تستعمليها صح وبالحدود، مش كتير ومش قليل، ولازم تبقى مظبوطه. وقلينا بطاطس بردك، قليت بطاطس كمان. ده كله انا جيت عملت الاكل ده كله، كنت جايه من شغلي علشان الناس هتتغدى على الساعه 2 او 2:30. عملت اذن وجيت وعملت كده يعني. بندبل البصلات تدبل بس يا دوب، هتدبل بس. وبعدين نقوم نازلين عليها بفلفل الوان متخرط قطع صغنططه خالص، انا اللي مخرطه قطع صغنططه خالص. وبعدين على ما يدبل شويه اقوم نازله بالكبده. حكيتها لكم قبل ما اعملها. دلوقتي رحت اصفي اجيب المكرونه وبظبط البطاطس في المقله في الطاسه التانية جنبي. والنار عاليه، خلي بالكم انا نسيت اقول لكم ان النار عاليه، مش مهديه حاجه، لان انا واقفه سريعه سريعه، مش بسيب الحاجه واروح هنا ولا هنا، واقفه ايدي في قلب الحاجه، ايدي بتقلب هنا وبتقلب هنا. تمام. صلوا على سيدنا محمد وشفيعونا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. حبايبي، الف مبروك لطلاب الثانويه، ويا رب يوفقكم وتنكوا رددوا في لسانكم. وما توفيقا الا بالله، وتوكلت عليك يا الله. وآية الكرسي ما تفرقوش. وعلى طول في اي خروجه، في اي مشوار، في اي ركوبه عربيه، سياره، قطر، اي وسيله مواصلات بتركبيها، خلي على طول لسانك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتقرا آية الكرسي. آية الكرسي دي ربنا بينزل لك جنود عدد حروفها تحرسك. وخلي بالك ان ماما في البيت بتبقى قلقانه عليكي، وبابا في البيت بيبقى قلقان عليكم، يعني كل واحد. دلوقتي بوريكم الزبده اللي حطاها في الحله اللي فيها هعمل فيها المكرونه، والبصله دبلت اهي. هنزل دلوقتي الاول هحط الطماطم على الصلصه، علشان الصلصه على البصله بتاعه المكرونه علشان ما تتحرقش مني. اللهم
صل عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفتي كده ايديكي هنا وايديكي هنا، تبقي شاطرة وسريعة وتخلصي ده كله مع بعضيه. يا ريت تعلقولي وتقولوا لي رايكم، وتقولوا لي ايه رايكم في اللي انا بعمله ده. ده فلفل اسود بحطه، هحط دلوقتي كمان السبع بقلب الاول حله المكرونه. دي السبع بهارات، السبع بهارات على كمون على كل حاجه، عملتها على كل حاجه، انا اللي عاملاها في البيت. ديت انا اللي عاملاها في البيت، انا كنت بشتريها الاول بس لقيت فعلا اللي بتتعمل في البيت بتبقى ليها نكهه وريحه طويله العمر شويه عن اللي بنشتريها جاهزه. السبع بهارات دي يعني عباره عن كباب الصينه، حبهان مطحون، جوز الطيب مطحون، فلفل اسود، قرفه، جنزبيل، كمون، كزبره. انا بعملها 8 حاجات مش 7 بس كمان. كل ده على بعضه مطحون، انا اللي بجيبه مطحون جاهز، يعني بجيبه الاول مصحح كده. بس جوز الطيب انا ببشرها الاول هنا. نزلت اهو لما البصله دبلت، نزلت الفلفل الالوان، ايدي بتقلب الصلصه بتاعه المكرونه. نحط المكرونه، ننزل بالكبده. مش لازم الفلفل يدبل يعني، احلى حاجه ان يبقى شكله اخضر في الحاجه. والواناته جميله ازاي. خلي بالكم ما حطيتش توابل تاني ولا اي حاجه، حطيت حاجه بسيطه من الملح. مش عارفه هي ما بانتش في الفيديو، ما بانتش معاكم ليه مش عارفه. انا زيكم بتفرج على الفيديو تاني وبمنتجه. حبيبي لو في اي عيب ولو في اي حاجه في الفيديو بتاعي علقولي عليها وقولوهولي عادي، انا مش بزعل. انا لازم ابقى داخله حاجه زي كده عندي قبول، اقبل اتعلم منكم واتعلم ان انتوا هتقولوهولي، ما تكرروش مره تاني بعد كده. اللهم صل عليك يا نبي يا حبيبي يا شفيع يا سيد الخلق اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق اجمعين. صلوا معايا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قلبت الكبده كويس، متاخدش 5 دقايق على النار، متكملش 5 دقايق. اقلبها كويس في التوابل في الحاجات اللي انا حطيتها دي، وبتبقى مبروكه وبتبقى حلوه وبتبقى طعمها لذيذ. نفسي تجربوها كده وانتوا قولوا لي طعمها ايه. انا بحط عليها ربع معلقه زعتر، وبحط عليها كمون، وحط السبع بهارات وفلفل اسود وحاجه بسيطه ذره ملح، عشان هي طبعا بيبقى فيها الملح. يبقى بشتريها متبله جاهزه. بوريكم ده هعمل بيه، هتبل بيه البدنجان اللي قليته والبدنجان اللي سلقته. ووريكم المكرونه قلبتها كويس اهي في الصلصه. تعالوا بقى نتبل البدنجان سوا واوريكم البدنجان من قلبه يبقى شكله ايه. خلاص يا حله امشي بقى، تعالي يا بدنجان. تاني كتير يا حله، يلا. اهو وريتكم التتبيله، حطيت عليها كمون اللي هي السبع بهارات، فيها كل حاجه.
وشويه ملح، مش حطيت حاجه زياده عن كده. وكان عندي حاجه بسيطه زعتر حطيتها برضه، بيدي نكهه وطعم كده للاكل. تعالي بقى نروح نعمله، نتبل البدنجان. دي شطه طبعا ما ينفعش تمسكيها بايديكي، لازم تعمليها بالمعلقه. شايف البدنجان؟ هوريك قلبها من جوه ابيض ازاي. ده المقلي، ما تفتحهوش وانت تيجي تقليه، ما تفتحهوش عشان يتنوا ابيض من جواه كده، لانك لو فتحتيه هيتفتح في الزيت اكتر وهيسمر من جواه، يسود كده من جواه، لان البدنجان ما بيستحملش. البدنجان زي التفاح بيبقى كله حديد، فلو فتحتيه بيسود بسرعه. هنخلص الكميه بقى كلها. اللهم صل عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لا اله الا الله. عايزه اقول لكم ان طلع تحفه، طلع جنان ومتشطشط جدا. نوريكم، شوفوا قلبه من جوه ابيض ازاي، جميل ازاي من جوه. ده اللي مقلي، اللي انا بعمله ده اللي مقلي. طبعا المقلي بيبقى شارب زيت شويه عن التاني، عن المسلوق. المسلوق ما بيبقاش فيه زيت خالص. وعايزه اقول لك المسلوق ده بعد ما عملته حطيت عليه، شلت من الميه اللي انا سلقاه فيها، حطيت عليه بالمعلقه كده بسيط. في ناس لما بتقلي البدنجان بتحط عليه خل، انا مش بحب احط عليه خل. وفي ناس لما بتشوي البدنجان بتحط عليه خل، وده بيبقى جميل. الخل ده بيبقى يخليه ما يسودش، يحافظ على بياضه لفتره اطول. دي قلنا شطه حمراء على فلفل الوان متخرط معمول في الكبه، على معلقتين هريسه الشطه. بوريك خلصته اهون، ما بياخدش حاجه. تعالوا نعمل التاني اللي هو المسلوق بقى. من جوه رخر ابيض بردك اهون. ده مسلوق في ميه وده مقلي في الزيت. قولي بقى مولع ولا مش مولع؟ وقلبه ابيض من جوه ازاي، بوريكم قلبه ابيض من جوه ازاي. مش عارفه الناس واجعين دماغنا طول اليوم شغالين، مش عارفه في ايه. بيعملوا ايه بالشنيور يا هنا؟ بيعملوا ايه بالشنيور؟ بقول لكم اهو قلبه ابيض ازاي من جوه، جميل ازاي. بوريكم من جوه قلبه ابيض قوي بردك، حتى المسلوق رغم عشان مش فاتحاه. عارفه تعملي ايه عشان ما يطقش منك لما تيجي تقليه او كده؟ مش تفتحيه، دخلي سن السكينه بس كده، سن السكينه دخليها بس وخلاص، وطلعيها تاني، ما تكمليش للاخر. ده ما يطقش بردك اثناء القليه، وما يطقش بردك اثناء السليق. اصل بردك لو فتحتيه في السليق بيتهرى، ما بيستحملش. عليه الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيد الخلق أجمعين.
يا حبايبي يا ريت لما تيجوا تعلقولي او تعملوا لايك، يا ريت تشجعوني وتعملوهولي على طول اول ما تفتحوا الفيديو قبل ما تزهقوا من الفيديو بتاعي. وسرعوا، انا مش عارفه اسرع، لسه هتعلم اسرع الحاجه اللي بعملها دي، لان هي بصراحه عجباني ونفسي تتعلموها ونفسي تعمل، يعني نفسي يعني البنات اللي ما بتعرفش تعملها وتتعلمها. الطبق ده بتاعنا، الطبق بتاعهم بره، طبق شكلنا كده قربنا خلصنا الكميه اللي احنا عاملينها سوا. وهوريكم، هقوم دلوقتي اغرف لهم ياكلوا واوريكم ايه الاكل اللي انا عملته، واسهل اكله واسرع اكله، وكله طبعا عارفها. انا مش بعلم حد حاجه علشان ما حدش يتريق ويقول لي انت بتعلميني، انا بقول لكم افكاري اللي عندي واللي انا ممكن اخترع فيه او اعمل اي حاجه جديده يعني تعرفوها عني، والبنات اللي ما بتعرفش تتعلم وتعملها. وطبعا جبر الخواطر على الله، يعني اللي بيجبر بخاطر حد ربنا بيجبر بخاطره، وربنا يجبر بخاطرنا كلنا يا رب. شهد صاحبتي تجيب لك فنجان بكره. انا كده بدور على حته السكينه اللي انا دخلتها لما بقلب البدنجانيه كده في ايدي، بدور على الحته اللي السكينه اللي انا دخلتها فيها وطلعتها تاني. اللهم صل عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مش لازم تعرفي مين. لا انا عارفه شيماء وسحر ورشا وجمال رانيا هي رانيا هي عندها شهر. احنا بنلاقي بعض. وكميه الفلفل اللي تتبقى دي مش هنرميها طبعا، هنشيلها في علبه زي ما شلنا، في برطمان ازاز كده زي ما شلنا هريسه الشطه. احنا هنحطها على هريسه الشطه، انا حطيتها عندي على هريسه الشطه في جنب كده، بحيث ان هي فيها اخضر علشان ايه احتاجها برضك في اي حاجه تانية زي كده. برضو احنا ايام البدنجان وكلنا بنحب نعمل البدنجان بالطريقه دي، بيبقى جنب اي اكله كده خفيفه، في عشاء، في فطار، في غدا، موجود دايما ومطلوب على طول. في ناس بتعتبره زي المخلل كده ياكلوه. عايزه اقول لكم ان مرجعش ولا بدنجاناي من الناس اللي كانت عندنا، وبألف هنا ياكلوا يا ربي، بألف هنا. وكده خلصت الكميه وبوريها لكم. تعالوا بقى نغرف الاكل. انا كنت حاطه بطاطس بقليها تاني عشان الناس. كده طلعت البطاطس وهغرف دلوقتي الاكل، غرفته ووريهولكم اهو. بألف هنا. باي، سلام.